السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. قبل ما نبداو في القصة تاع اليوم زي العادة صليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول صاحبة القصة اليوم: أنا رانيا من ميلا، تولد في حي شعبي صغير وين الحيوط مشقين وريحة المديتي طاغية في كل دار والبرد يقتل ثم. أنا هي الكبيرة في العائلة تاعي، والعائلة تاعي متكونة من ماما وبابا وأنا وخوتي الصغار اللي هما ياسين وبلال. حياتنا من الأول ما كانتش وردية. ملي فتحت عينيا وأنا نشوف في ماما تتعب ونشوف في بابا ماهوش راجل، كان كابوس. بابا كان حقار وكانت شرابات حشاكم، نهار كامل هو في القهاوي، يرجعنا لدار في الليل وهو شارب أم الخبائث، ويعفس علينا كل اللي ما يعرفناش، يضرب ماما محسوب كل يوم، وكل ما يحكمها يضربها لازم يسيح لها دمها سينو ما يبردش قلبه، وديما يسب فيها. أنا كنت صغيرة كنت نشوفه نبكي في قلبي برك، وكنت نحضن خاوتي ونقولها ما تخافوش أني معاكم. ماما اسمها خديجة، كانت كلش في حياتي. كانت تنوض قبل الفجر تحط لنا الفطور يالو كان خبز يابس مع شوية زيت، وتلبس قشة وتروح تخدم خدمتها. هي الخدمة تاعها فام دوميناج. كنت ديما نشوف يديها مشقين وحمر من الماء البارد ومن مواد تنظيف، وملامحها ديما تعبانة، بصح كاكو فيها نور، نور الأم اللي ما تنكسرش. أما أنا كنت نقرا في مدرسة قريبة وكنت نبغي القراية، كنت نهرب من الواقع اللي راني عايشته بالقراية، بصح المدرسة ما كانتش رحمة ليا. كانوا اللي يقراو معايا يضحكوا عليا ويقولوا ها هي بنت الفام دوميناج، ويقولوا لي ريحتك تعيف تقول جفال ماشي قدامنا، تسيقي في الديار مع امك. انا كنت نضحك معاهم برك باه ما يشوفوش دموعي ويعرفوا بلي تغيظني وتحلالهم، يعني كم تعرفوا يكثروا متانا مرتاحم. وكنت كي نروح للدار تقريبا طول نلقى ماما ماكله ضرب من عند بابا، والماء تقريبا ديما مقطوع عندنا، والبرد يقتل مامبا ما عندناش فورنو. كنت نلم خاوتي ونحاول اني نقريهم شوي، وماما كانت طيب لنا عطابونه، يا اما شويه عدس يا اما حمص بطاطا مرقه كل مره كيفاه. وفي نفس الوقت كي تبدا طيب ندفاو عطابونه، يعني نقدروا ندفاو غير في الوقت اللي طيب فيه الماكله، ما كناش نقدروا نشعلوها بزاف، على خاطر كنا نمشيو بالقرعه تاع الغاز، ما كانش عندنا غاز دوفيل، والقرعه كانت فضليه ليه وما كانش كيفاه نبقاو نشريو، لا ماديا لا كي راجل كبير يهزها ويجيبها للدار. بصح بالرغم من الفقر كنت نحس بالامان بوجود ماما معانا. بابا مع الوقت بدا يغيب كثر، ولا يجي غير باه يدي شهرية تاع ماما يصرفها عن ساوين برا وخلاص. حتى الواحد نهار صرحنا علانية وقالنا اني راح نتزوج مع واحدة اخرى، ومن ثم خلانا وسمح فينا وخلى المسؤولية كلها على ماما وحدها، ومن ثم مزات حوس علينا خلاص، وهي يعني المسؤولية من بكري على ماما. بس على الأقل كان مرات يروح يعمرنا الغاز، ساعات يعمرنا الماء، احنا وين ساكنين هاهو تتكسر العين وتولي ما تجيناش، يعني حتى نروحو نسقيو من العين تاع البلدية اللي تجي على برا ذيك. المهم أنا من هذاك النهار قررت بلي لازم ننجح، ولازم نبدل الواقع هذا اللي رانا عايشين فيه، وقلت لازم نرد لماما كرامتها. فوت سيزيام هذاك الوقت وديته بمعدل 68، وماما فرحت بيا ودارت لي عشاء وعرضت لفامي وصحاباتي وزهيت. وبرغم من أننا كنا فقراء بس كانت نحيها من الحم وتفرحنا وتكسينا وتوكلنا. بس كي نقول كيما هكا ماشي معناها ما كانش يبان علينا الفقر، لا لا، كان يبان علينا على خاطر ما تلحقش على متطلباتنا، مهما تحاول بصح ما تلحقش مسكينة. أما هي كانت صعبة دير هذا الشيء على قد ما تقدر. لا علينا، نهار اللي دخلت المتوسطة كنت فرحانة، حسيت بلي حياتي راح تتبدل، بصح الحقيقة كانت عكس وش تمنيت. كبرت شوية وبديت نفهم بزاف أمور، وليت نشوف نظرة الناس لينا وكيفاه يحتقرونا. تخيلوا كي تجيب لي ماما ورقة مثلا الإدارة، ولا تجي تخرج ورقة من الإدارة، ولا نسمع البنات يهمسوا ويقولوا هذه أم رانيا الفام دوميناج. كنت أنيا نلبس نفس الحوايج بالسنين، صباطي في حالة قديم ومقشر، كنت نخيطه به ما يتقطعليش ثمثم، وصح ما يتقطعش، بس كيما قلت لكم يتقشر من فوق يولي في حالة، وساعات يتفتح من تحت، بصح نبقى نلبس فيه. والمحفظة تاعي مرقعة ثاني، ونلبس ديما المحافظة الناس، يعني المحافظ اللي يصدقوهم علينا. والله ساعات ثاني كي يعطيوني في المدرسة، يا خي بكري كانوا يمدوا محفظة مع الأدوات، بصح ما يمدوهاش للناس كل، وما يمدوهاش طول، ساعات يعطوني محفظة ساعات يعطوني الأدوات وحدهم. وفي الوقت هذاك كانوا اللي يقراو معايا كسبين تليفونات كاميرا، وأنا مازالني حاصلة في المحفظة واللبسة، بصح بالرغم من هذا الشي كامل كنت نجيب معدل مليح، وديما نجي في المراتب الأولى، كنت نقرا من قلبي، كنت حابة غير ننجح في القراية تاعي ونخرج من الفقر اللي راني عايشة فيه. وفي هذاك الوقت بديت نسمع في كلام جارح حتى من عند الولاد، رانيا مسكينة ما عندهاش بابها ربي يعينها.
واحد المرة قال واحد قدامي كاين رجال يخلي ولادهم للجوع، وهذه وحدة منها مسكينة عليا أنا. ثم حسيت قلبي يتقطع، بصح ما بكيتش، غميتها في قلبي كيما ندير طول. وطلعت للثانوية، والمرحلة هذه كانت عبارة على حرب نفسية. الهم كبر، المصاريف كثرت، وخوتي مازالوا صغار ومازالوا محتاجين، وماما مرضت في رجلها ولا تمشي بصعوبة. بصح ما حبتش تحبس الخادمة مسكينة، وأنا كنت نعاونها، كنت نغسل نكنس نطيب، وكنت نقرا كي يرقدوا خاوتي. وبرغم من هذا الشي كل، كنت مازالني محافظة على مستواي في القراية، دايما نجي من الأوائل في القسم. والأساتذة لاحظوا بلي راني فقيرة ونصعبه نقرا، وعادوا الكل يحبوني وكل يعاملوني معاملة خاصة. وأنا كنت نقرا مش غير على جال روحي، كنت نقرا على جال ماما، على جال بلال، على ياسين. ونهار اللي جبت فيه شهادة الباك حسيت روحي بلي طرت. خرجت ماما قدامي وعينيها معمرين بالدموع، وقالت يا بنتي ربي ما خيبنيش فيك. أنا هذاك اليوم بكيت من الفرحة، بكيت على سنين الظلم، على القهر، على الليالي اللي فوت فيه من البرد والجوع، على الأمل اللي كان فيا وما ماتش. ونهار اللي دخلت الجامعة حسيت كلي طلع من حفرة مظلمة وفتح عينيه على الدنيا. كل شي كان جديد، الناس، اللبسة، الهضرة، حتى الهوا كنت نحس به أخف. كنت فرحانة، وكان عندي حلم كبير إني نقرا ونخدم ونبدل حياتي. وكنت دايرة عهد مع روحي ما نضيعش الفرصة هذه، حتى لو كان يكونوا الناس كل ضدي، وما ضيعش هذه الفرصة. في أول سمانة تعرفت على طفلة اسمها ليلى، هي كانت من ولاية مجاورة للولاية تاعي، طفلة مليحة وظريفة، وتقربت مني ولا تضحك معايا بزاف. أول مرة حسيت بلي عندي صديقة، كانت تقعد معايا في المدرج وكنا نتعاونوا في الدروس. وليت نرتاح معاها بزاف، نحكي لها شوية على حياتي، بصح ما كنتش نقولها كلش. وكنت فرحانة بصداقتي بيها، كنت محتاجة صح صديقة في حياتي. بصح مع الوقت وليت نحس بلي راح تتبدل، وكل ما تسمع أستاذ يمدحني قدام الناس ولا تشوف فيا بنظرة مش مريحة. وكي ننجح في القراية تاعي تحكي قدام طالبات وتقول رانيا ما عندهاش حياة، تقرا وخلاص، حتى وجهها دايما مكشر. ومع الوقت الغيرة تاعها طورت، ولا تنشر في الكلام عليا. واحد الخطرة قالت لواحد طفلة، قالت لها رانيا تحب تلعب دور الضحية وتحب تبان مظلومة باه تكسب شفقة الناس. وقالت لواحدة أخرى هي مرفهة وتحب تمثل علينا بلي فقيرة برك وتظل تغم فينا بطاقة سلبية. أنا أصلا ما كنتش نشكي لها، جيت حكيت لها شوي شوي من حياتي برك ما يحكيو البنات كل بعضاهم. ومام هي كانت تحكي لي على حياتها، يعني عادي. المهم بدات الهضرة توصلني، وكل مرة كنت نسمع هضرة تجرحني، وأنا يا ثمن نولي نلوم في روحي برك ونقول يا رانيا ما تخليش الحقد يحبطك، راكي ما كيشي جايه باه ترضي الناس هنا، جايه باه تنجحي وتحققي أحلامك. بصح هي تمادات لدرجة أنها خطرة راحت لواحد الأستاذ يقرينا مادة مهمة، بعثت له رسالة كاذبة باسمي وتقولوا فيها بلي يعجبني وكذا وكل يوم نحلم بيه وأمنيتي لو كان يبدلني نفس الشعور. بصح اللي يمشي بالنية يسلك. وتكشفت ليلى وبانت بلي هي اللي بعت الميساج هذاك، وفضحها واحد كان أمي تاعها كانت تحكي له كلش. بصح هو اللي فضحها. الحكاية طويلة منشني حابة نحكيها، على خاطر لو كان نحكيها كل راح تدي لي يعني وقت كبير، وزيد ما هيشي مهمة. المهم انها بانت البراءة تاعي قدام هذاك الأستاذ. ومن بعد ذاك الموقف وليت نقعد وحدي، ريفيزي وحدي، دايما وحدي، وما بقاتش عندي حتى وحدة صاحبة يعني. بصح كنت مرتاحة على خاطر عن بالي بلي طريق نظيف دايما صعيب بصح يوصل. وبعد الحكاية تاعي مع ليلى تعلمت درس غالي، مش الناس كل تفرح لك الفرحك، ومش كل ابتسامة صادقة. وليت ترد بالي بزاف من الناس وما نديرش كونفيونس ليه. ما وليتش كيما كنت بكري، كنت نية ياسر. وليت ما نفتحش قلبي لأي واحد، بصح ثاني ما وليتش قاسية، بالعكس وليت أذكى برك. المهم في الوقت اللي كانوا البنات يتجمعوا ويتوانسوا ويضحكوا ويصوروا ودايرين الجامعة بلاصة فسحة، أنا كنت معتبرتها ساحة معركة. كنت غير نقرا وخلاص. كنت حتى في أوقات الفراغ تاعي نراجع، نكتب الدروس، ندير ملخصات، وكنت نعطيهم اللي يحتاجوه ما هو بلا ما نطلب مقابل. وبهذيك الطريقة تعرفت على ناس طيبين، ماشي بزاف بصح صادقين. ومن بين الناس اللي دخلوا لحياتي كانت أسماء طفلة يتيمة الأم، كانت تحشم بزاف بصح فيها نقاء نادر. كانت الوحيدة اللي جاية من وضع يشبه الوضع تاعي، وعلى هذه كنا نفهموا بعضنا غير بالنظرات. في آخر عام ليا في الجامعة كنت مركزة مع التخرج والخدمة والمستقبل، وما كانش في بالي الحب، وما كنتش حتى نشوفه من بعيد. كنت نقول أنا مازال ما وصلتش، وقلبي ماهوش أولوية، لازم نوقف على رجلي قبل كلش. بصح كيما يقولوا كاين ناس يجيونا في الوقت اللي ما كنوش نستناوهم، ومنهم سامي. سامي كان زميلي في الجامعة، إنسان هادي بزاف وما يدخلش في شي اللي ما يعنيهش، وما يهدرش بزاف وعينيه ديما في الأرض.
بصح ديما كان يعاون لي يقراو معانا. مام هو ثاني كيف يعطيهم لي بوليكوب تاعو يعني باه يخرجوا عليه فوتوكوبي، يعطيهم ملخصات، وزيد إنسان محترم واللي في الجامعة كل يقدروه. واحد المرة كنا راجعوا في المكتبة تاع الجامعة وأنا كنت تعبانة وكنت مقلقة وكان عندي ضغط كبير. شافني قاعدة ناكل في ستيل ونفسيتي كانت منهارة. قال لي بالعقل: رانيا راكي تشوفي في القراية كلي معركة، علاش ستريس هذا كل؟ وبدا يفهم فيا بلي صح لازم نقرا بصح مش حياتي كل نربطها بالقرايه لدرجه اني ما نتنفسش خلاص، ولدرجه اني نعيش في ستريس على جالها. وكانت هذيك اول مره نحكي ونتناقشوا مع بعضانا. ومن هذاك النهار وليت نحس بالامان كي نكون معاه، وما حاولش يفرض وجوده. وهو صح ما جابليش لي كادو، ما قاليش نبغيك، بصح كي نمرض كان يتقلق عليا، كان يجيب لي الدواء، يبقى يسقسي عليا نهار كامل. ونهار لاصت ناس كي كملنا المناقشة أنا وزميلتي وعطاونا العلامة تاعنا، كان أول واحد صفق لي من قلبه. وبعد تخرج قال لي: شوفي يا رانيا، أنا مش واجد باه نتزوج بيك درك، بصح راني ناويك حلالي، استنيني حتى نخدم ولم روحي شوي ونوعدك نتقدم لك في أقرب فرصة تجيني. وأنا قبلت. ومن بعد وليت نحكي معاه في الواتساب، وعدت نحكي له على ماما، على خاوتي، نحكي له على أحلامي. وهو كان يسمع لي وكان ينصحني، وعمره ما حاول يبدلني، بالعكس شجعني باه نكون رانيا اللي ديما نحلم بيها. وهذا الحب كما قلت لك ما كانش فيه الكادو والورد والخرجات الفخمة، بصح كان فيه احترام وكرامة وسند، وحب يخليك أقوى مشي أضعف. ما كانش حب يستهلكك، كان حب يعمرك. أنا من بعد ما بدا سامي يدخل حياتي وليت نحس بلي الدنيا ماشي كلها ظلم ولا تعب وشقاء. عرفت بلي كاين حوايج في الحياة يفرحوا، وعرفت بلي مش رجال الكل زي بابها. حسيت قلبي أول مرة يرتاح بلا خوف وبلا ما نسقسي روحي وش راهو باغي، على خاطر كان واضح بلي باغي الخير مش يتمسخر. وفي هذاك الوقت أنا كنت نظل نحوس على خدمة من بلاصة لبلاصة، بصح ما لقيتش خدمة. وبعد مدة وانا نستنى في النهار اللي يجي ونخدم خدمة كبيرة على قد الشهادة تاعي، جاتني أول فرصة من عند جارتنا. هذه جارتنا صاحبة ماما اسمها خالتي زبيدة، كانت تخدم في ريستوران، يعني كانت تخدم فام دوميناج، خدمتها زي خدمة ماما. مع العلم أنا ماما كانت سياق في مدرسة ابتدائية، وفي نفس الوقت تخدم في الديار، يعني تروح للديار تنظف، تغسل لهم الفراشات، القش، تعجن، يخلصوها كل واحدة وش تطلب منها. وهي كانت تقبل بكلش، المهم عندها تجيب الضروب الحلال. ليسانسيال قالت لي خالتي زبيدة: يا رانيا، مادام راكي تقولي بلي حابة خدمة حليلية، هاي الريستورون اللي نخدم فيها يحتاجوا فيها عاملات نظافة، تحبي تجي تخدمي معايا؟ حكمتني صدمة من الهضرة تاعها، أنا نخدم فام دوميناج بعد تعب تاع 5 سنين نروح نسيق؟ هي ماشي عيب الخدمة هذه، بصح ماشي هذه هي الخدمة اللي تعبت على جالها عمري كامل. مادام تعبت نستاهل خدمة مليحة على قد التعب تاعي اللي تعبته، وعلى قد مستواي الدراسي. لو كان عيني نخدم الخدمة هذه، لو كان راني حبست القراية تاعي من بكري وبديت في الخدمة مع ماما من زمان، يعني لو كان راني نحيت عليها هذا شقا والتعب الكل. ولو كان راني ما خسرتش الخساير هذوك كل على جال القراية، على خاطر خسرت بزاف دراهم، هذا ترونسبور، هذولي بوليكوب، بزاف بزاف دراهم، سيرتو بالنسبة للوضع الاجتماعي تاعنا هذاك الوقت 20 ألف نشوفها بزاف. وبصراحة غاضتني روحي وحسيت بلي كنت عايشة في الأوهام. بس عيني جت في عين ماما، وليت نشوف في وجهها كيفاه كان تعب، وزيد المصاريف تاع الدار قاعدة غير وين ما تكبر، وخاوتي مازالو صغار. وعلى بالي واش كانت ماما دير باه توكلنا، وبلا ما تعيط وبلا ما تشكي. وثم قلت لخالتي زبيدة: معليش نجي، ما فيها حتى عيب. وبديت صح نخدم معاه، وكنت غير انايا صغيرة بين نسالي ثم، على خاطر اللي كانوا ثم كل كبار. وخالتي زبيدة إنسانة اجتماعية بزاف، والناس كل يحبوها وتموت على الهضرة، لو كانت تسكت شوف ربي وش يصرالها. وكنت تظل تفوخ بيا تموت تقولهم هذه راها جامعية وقارية، غير مكتوبها اللي حطها هنا، سينو تستاهل تكون أستاذة ولا تخدم في كشبير والله الله. حتى خطرة قالت الهضرة هذه المول ريستورون اللي نخدم عنده، وهو دهش وستصاني قال لي: علاه ما خدمتيش في كشبير والله خير لك من الخدمة هذه؟ قلت له: ما لقيتش، حطيت CV تاعي في شحال من بلاصة وشاركت في شحال من كونكور، بصح ما كانش، ما عنديش المعارف، الله غالب على هذه ما خدمتش. ضحك الراجل هذاك وقال لي: يا بنتي مش كلش معارف، خليها عليا وبربي ان شاء الله انا نشوف لك خدمه مليحه. وهذاك السيد ناس مليح بزاف، لو كان جا واحد خلا في بلاصتو والله ما يسمع بيا، وماذا بيه نبقى عنده باه ما يبقاش يحوس على فام دوميناج جديده. وشاف لي صح خدمه عند صاحبه محامي كبير، والحمد لله خدمت عنده في البيرو. والسيد اللي خدمت عنده متقي ويخاف ربي، وجامي خزر معنا بخبث. هو داير عنده 2 بنات، انا وطفله خلاف. كيما قلت لكم جامي لا شاف معنا بخبث، وجامي سرقنا في تعبنا، كان يخلصنا 3 ملايين الشهر لكل وحده فينا.
وهو الله يبارك عليه يخدم غير القضايا الكبار والناس يجيوه بزاف، هو مشهور في الخدمة تاعو. بصح للأسف ما نقدرش نقول اسمه على خاطر ممنوع. بس حتى الصح مازال كاين الخير في بلادنا، ومازال كاين ناس متربيين وما يحقروش الزوالية والضعيفة. وفي الوقت اللي بديت فيه أنايا الخدمة عند المحامي هذا، سامي كان وجد روحو باه يخطبني، وطلب مني نيميرو تاع ماما وعطاه لأمو، وعيطت لها وتفاهموا على النهار اللي يجيو يخطبوني فيه. ومن بعد ذاك النهار بدينا نجهزوا الخطوبة، وجاو خطبوني وما كثرناش عليهم الشروط. درت لهم 20 مليون فيها كلش، وزوج خواتم وخلاص، على خاطر عم بالي بهذا وين بدا يبني في حياته. وعلى هذه ما حبيتش نثقل عليه بزاف، وفي نفس الوقت ما حبيتش نحرم روحي من المهر انا ثاني. وبعد أشهر من الخطوبة تاعنا فتحوا مسابقة الدكتوراه، وقررنا أن نشاركوا في زوج، لا على وعسى ننجحوا. وبالفعل شاركنا في 3 ولايات. أنا نجحت في الولاية تاعي، بصح سامي ما نجحش في الولاية تاعنا، نجح في ولاية خلاف. ورجعنا نقراو، أنا كنت نقرا ونخدم، والمحامي اللي نخدم عنده ساعدني وصبر معايا ومخليني نقرا عادي. أصلا أنا ما كنتش نغيب بزاف، كيما عارفين طلبة الدكتوراه ما يقراوش. وفي هذاك الوقت الطفلة اللي تخدم معايا ما عجبهاش الحال، قالت كيفاه أنا نخدم أكتر منها ونخلصو كيف كيف. بصح من بعد قسمنا الخدمة، ومع الوقت قبلت الحكاية ونقصوا المشاكل يعني اللي بيني وبينها. وحتى أنايا كنت نساعفها بزاف كي نشوفها تشنف ولا نخدم عليها الخدمة تاعها باه ترضى، وعم بالي بلي مش لازم ندير كيما هك، بس حلها غالب ما كنتش حابة المشاكل. وفاتوا 3 سنين وأنايا مخطوبة، وفي الفترة هذه عقدنا ودرنا الفاتحة، بصح مازال ما درناش العرس. وبعد ما تخرجنا وناقشنا رسالة الدكتوراه تاعنا، هو لقى خدمة، بصح أنايا لا، كملت نخدم مع المحامي اللي نخدم عنده. زدت فوت عامين وأنايا نخدم عنده، يعني من بعد ما ناقشت رسالة الدكتوراه تاعي. وفي هذوك العامين زوجت أنايا وسامي وعشنا في دار والديه، عشنا مع أمه. وأنايا في الوقت هذاك شهريتي كنت نهزها كيما راهي ونمدها لماما. وبالنسبة لعجوزتي خالتي نورية، هي مرا كبيرة وكانت مليحة معايا في البداية، بصح بعد ما عرفت بلي شهرية تاعي قاعدة نمد فيها لماما بدات تتبدل، وعاد تقولي حبسي الخدمة، الدار أولى، وراكي مرا متزوجة درك، كيفاه انتيا مرت راجل وتخدمي لي عند رجال؟ سامي كان في الوسط، كان يحاول يرضيها، وفي نفس الوقت كان يحاول ما يجرحنيش. بصح هي بسلامتها ما تتعبش من المشاكل، سيرتو في موضوع الخدمة كان ديما تقولي ريحي في الدار، وكي تلقي خدمة بالدبلوم تاعك خدمي، بصح باه انتيا مرت راجل وتخدمي لي عند محامي هذه ما نقبلهاش. وكل ما تحكم ولدها تقول انت ماكش راجل، كيفاه تخلي مرتك تخدم عند المحامي؟ وكل يوم كنت توسوس له بلي قادره نكون نخون فيه مع المحامي اللي نخدم عنده كذا. خاطر سمعتها بودني قالت له راك حس بروحك راجل والما يجري تحت رجليك، ونقطع يدي الا كان ما كانش حاجه بينها وبين المحامي اللي تخدم عنده. بصح انا كنت نسكت ونخبي في قلبي، وبيني بين روحي نقول يا رب اهديها. وفي نفس الوقت كنت ندعي باه نلقى خدمه عنده لو نتهنى مشيك تاع جوزتي وتوسويس تاعها، على خاطر التوسويس تاعها كانت راح تلصقو في راجلي. كيما يقولوا ناس زمان، كل ما صباح وكل ما العشية ترجع المسلمة يهودية. وفي هذاك الوقت راجلي شرا أرض صغيرة في بلاصة قريبة للجامعة اللي يخدم فيها، وبدا يبني فيها بشوي. بصراحة سامي دار المستحيل باه نكون مرتاحة. المهم مشيناها خطوة بخطوة، ورقة بورقة، خدمة بخدمة، حتى ولات دارنا. هيا واحد النهار حسيت روحي بلي تعبانة وما نحب ندير والو، حبيت غير نرقد، وزيد كرهت الماكلة وبديت ندوخ. فات نهار زوج حتى فات سمانة وانا في الحالة هذه، حتى قالي اواه لازم تروحي للطبيبة. ثم شكينا بلي راني حامل، وصح طلع الشك تاعنا في محله. الاحساس اللي حسيته في اللحظة هذيك ما حسيتوش من قبل، والفرحة اللي فرحتها في اللحظة هذيك ما فرحتهاش من قبل. لكي ديت الباك، لكي تخرجت، لكي تحصلت على شهادة دكتوراه. بصراحة احساس الامومة والفرحة الامومة اقوى من كلش في الدنيا هذه. وفترة الحمل ما كانتش سهلة عليا، فات غير تعب وغثيان، وكان النوم تاعي مشوش. وفي الفترة هذيك عرفت باللي اللي في كرشي طفلة، وقررت اني ربيها احسن تربية وما نخليهاش تعاني كيما انا. وكملت 9 شهور تاع الحمل تاعي، وجبت احلى بنوتة وسميتها امل. وهنايا اضطريت اني نحبس الخدمة تاعي على جال بنتي، وكي حبست عجوزتي مات بالفرحة. بس حنايا مستسلمتش، على خاطر ماما والفت بشهرية تاعي، ومع هي ما تقدرش تخدم، وانا ما قدرتش نخليها بلا مصروف، وما قدرتش نخليها ترجع تسيق الديار، اصلا صحتها راحت كيما قلت لكم. وصح خاوتي كانوا يصرفوا على الدار، بصح مش راح يدوموا لها، راح يتزوجوا وممكن ينساوها. وقررت اني نفتح لها مشروع قبل ما يتزوجوا خاوتي. بصح المشكله تاعي كانت في الدراهم ما كانوش عندي. وكي حكيت لراجلي قال لي انا نعاونك واعتبريه مسلف، ومع الوقت رجعوهم لي براحتكم.
وثم بعد تذهب لي عندي، وزاد عطاني راجلي وكريت لها محل صغير وعمرته لها بشوية قش تنسى. خلته لها شوية جباب مع شوية بيجامات وخليتها تخدم فيه. منها هاي ضيع وقتها فيه شوي، ومنها تخدم وتجيب مصروفها بذراحة. وما تصوروش شحال فرحت بيه المحل هذاك، شحال دعات لي بالخير كيف فتحته لها. وبيان سير عجوزتي ما عمبلهاش بلي انا اللي فتحت الحانوت، كذبت عليها وقلت لها خاوتي هما اللي فتحوه لماما. سينو لو كان عرفت بلي انايا وزيد جبت الدرهم من عند ولدها، إيه لو كان خلتها على روسنا. وبعد ما عاد في عمر بنتي 3 سنين زدت بديت نخدم في الجامعة اللي قاري فيها راجلي، وليت نخدم أستاذة. وفي نفس العام هزيت بالكرش، والمرة هذه جبت طفل وسميته خير الدين. المهم فاتوا الأيام وفاتوا الأعوام، حتى زادوا فاتوا عامين خلاف. وفي هذوك العامين خممت إني نبعث ماما باه دير عمرة. هي كانت تحلم بها طول، في كل مرة تسمع بوحدة ولا واحد من اللي نعرفوهم، كل ما تسمع بناس راحوا يحجوا ولا يديروا عمرة تقول عقوبة ليا، بس عمرها ما طالبت. المهم أنا قررت نديها كيما قلت لكم، وصح درت لها مفاجأة وسجلتها. في النهار اللي كنت رح نعطيها الظرف يعني كي وجدوا له رقي تاعها وجد كلش. هذاك اليوم درت عشاء وعرضت العيلة كل، وكي عطيتها الظرف وفتحت وشافت الورقة عينيها تعمروا بالدموع. حضنتني وشبعتني دعاوي الخير، ومن الفرحة بكت بالدمعة. ومام أنا ثاني بكيت وقلت في قلبي الحمد لله اللي قدرني ربي وقدرت نرجع لك شوية من الدين تاعك. راحت ماما العمرة وليت كل ليلة نصلي ونبكي من الفرحة. الفرحة اللي فرحت هذاك الوقت ما تتقاسش. سيرتو كي بعثت لي فوطو من قدام الكعبة وقالت لي بلي ندعتك به ربي يزيدك عز ويكبر لك وليداتك ويخرجوا لك بذرة صالحة. المهم هذه هي القصة تاعي، قصة رانيا اللي ما ولات لا وزيرة لا مليونيرة، بصح ولات مرا ناجحة، وهذا الشي بصبرها وعقلها وإصرارها على النجاح. وأكيد قبل هذا الشي كامل بإرادة ربي سبحانه وتوفيقه. المهم هذه هي القصة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو في القصة الجاية إن شاء الله. أتهلاو في رواحكم، في أمان الله.